النهارده بقى انا جايه لكم بوصفه الطيبين. اكله كده من الزمن الجميل، حاجه كده بتفكرنا بايام زمان. تعالوا بقى اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه حله على النار تكون سخنه، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي، وكان عندي كيلو لحمه انا مقطعاه مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين. هنزل بيه في الحله وهي سخنه، لازم الحله تكون سخنه عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. هفضل بقى اشوح فيها كده شويه، وبعدين هضيف عليها فلفل اسود وهقلبها بالفلفل الاسود كده شويه، وبعدين هغطيها واسيبها على نار متوسطه، هتنزل شويه ميه وتشربها، وهبدا اضيف عليها حاجات تانية. بعد كده بدات تشرب ميتها، هنزل عليها بالبصل المفروم، بصلتين متوسطين مفرومين، هقلبهم معاها، وبعدين هحط عليها معلقه ثوم مفروم. هقلبهم بقى كده مع بعض ياخدوا من طعم بعض، وبعدين هحط عليهم شويه ميه سخنين وهغطيها واسيبها تكمل سوا. هنا كمان ضفت مكعب مرقة لحمة، مش عايزين تحطوه شيلوه خالص، بس انا بحسه بيدي طعم للحمة. هنا حطيت 3 قرون فلفل حامي عشان احنا بنحبها سبايسي شوية، زي ما هم على بعض عشان ما يدوش انه يبقى حامين اكتر. هحط بقى كمان شوية صلصة طماطم، وطبعا صلصة يعني معلقة سكر. هقلبها الاول كده مع اللحمة. طبعا بعد ما اللحمه شربت ميتها انا نزلت بالصلصه، وبعدين كنت عصره طماطم ومصفياها، هنزلها بقى دلوقتي في المرحله دي. طبعا انا كل ده ما كنتش حطيت ملح وفلفل ولا اي حاجه، ما كنتش قصدي اسفه حطيت ملح ولا اي حاجه تانية. هنا بقى احط رشه ملح، وهحط كمان كزبره ناشفه انا بحبها جدا في الاكل، وهنا حطيت معلقه بابريكا صغيره وشويه فلفل اسود، وهقلبهم كويس، وبعدين هنزل بشويه ميه سخنين علشان اللحمه تتسبك وتستوي حلو. بصوا بقى هنا كانت اللحمه خلاص تقريبا استوت 3/4 سوا. هنا مقطعه كوسه، بصوا سمكها تخين شويه مش رفيعه عشان ما تتهريش. هنزلها بقى في المرحله اللي تقريبا الكوسه اللحمه تكون استوت. هقلبها تقلبتين، وطبعا الكوسه برضو هتنزل ميه، وهغطيها واسيبها تستوي. هنا بقى هعمل الرز، حله على النار فيها زيت سخن، هنزل بالشعريه. هفضل بقى اقلب في الشعريه لحد ما تاخد لون حلو كده. بصوا هنا كنت بقلبها، اخدت لون جميل. بعدين هنزل عليها بكوبايتين رز، ده رز الضحى فانا مش بغسله، ممكن تغسلي الرز بتاعك عادي، بس ده الرز ده مش بيتغسل. وبعدين هنا عندي مكعبين مرقه لحمه برضو مدوباهم في شويه ميه، وهنزل بيهم على الرز وشويه ميه سخنه. لو عندك مرقه لحمه جاهزه انزلي بيها على الرز مفيش مشكله، عايزه تحطي ميه سخنه برضو عادي. هنا بقى شويه ملح، طبعا معلقه السكر الصغيره، وهسيب الرز على نار هاديه يستوي. اول ما الرز يتشرب هنزل عليه بمعلقه سمنه بلدي، بس كده، وهسيبه بقى لما السمنه تسيح، وهديله تقليبه مع بعض. بصوا الرز مفلفل ازاي، تحفه. هنا بقى كده الاكل خلص. عايزه اقول لكم يعني الاكل ده ما خدش وقت خالص على النار، هو بس يا دوبك تسويه اللحمه، ولو عندك لحمه مسلوقه هتبقى اسهل واسهل، بس انا بحس اللحمه لما بتستوي في الخضار بتديله طعم حلو. بصوا بقى التسويه رهيبه، يعني الكوسه حلوه مش مهريه، اللحمه دايبه دوب، مظبوطه جدا. بصوا اللحمه مش مستحمله، دايبه جدا تحفه. وطبعا واخده من طعم الصلصه، والكوسه واخده من طعم اللحمه، كلها كانت تحفه. جربوها والف هنا وشفا.